بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس سويس 40 من محور أو من شرح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. وكنت سميت غيث مثلا ذي الحديثين يعدل الحديث رقم 160 والحديث رقم 161. نهضرت في تكبيرة الإحرام. نناد تكبيرة الإحرام ثقي ضرورية، يعني لا يمكن الدخول في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. ينوري الشمار تظلي ثم إلا ودينا راه الله أكبر أكا. ولكن وتكبيرة الإحرام يتعلق بها فرضان. الفرض الأول هو قولها، والفرض الثاني هو القيام لها. ما معنى هذا؟ يتعلق بها فرضان. الفرض الأول قولها، والفرض الثاني القيام لها. يعني واحد كي يدخل في الصلاة يقول، سواء كان إماما أو مأموما، يقول الله أكبر إلى قصديني وثديني قائما، يعني سيفدي. ولكن إذا كان لم يكن من أصحاب الأعذار، إما ليون يسعى العذر. أصلا الصلاة، القيام في الصلاة ركن إلى قد يزبد سيفدي صلي قائما كما ورد في الحديث. إموري زمير بنادم يصلي جالسا أو قاعدا، موري زميرارا مستلقيا. هذه الظل في ذيس أي فوس نغاز الماض نغثين كنيث نغفوع بوضيس ما إلا يعني أكنوا ميزمر هذه الظل. ولكن إذن القيام في الصلاة ركن أي فرض لا يسقط إلا لعذر أو لعجز. وتكبيرة الإحرام يتعلق بها فرضان، قولها والقيام لها إلى قتيدين وسيدين سيفدي. ولكن رفع الأيدي النرثيفة سنخ، رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام مشروع ليجيتيم، يجوز. هذا مكان بمعنى ليس فرضا. ممكن الإنسان فوسي سكدني الله أكبر، هذا أمر صحيح. وعند جمهور العلماء يعني هذا هو الموقف الفقهي عند جمهور الفقهاء، عند المالكية وغيرهم، هو المشروعية. الذين قالوا بوجوب أو بفرضية رفع الأيدي بعض الظاهرية والحميدي اللي هو شيخ الإمام البخاري والأوزاعي، قالوا ببطلان الصلاة إذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام دون رفع الأيدي. يعني وين أرى يظلم هذه شمدي الظليث أدين تكبيرة الإحرام ميلا أورير في ذلك سنيس فظليثيس تبطل. من قال بهذا الرأي؟ بعض الظاهرية والحميدي شيخ البخاري والإمام الأوزاعي. ولكن هذا قول فيه شذوذ، كما قال ابن عبد البر صاحب الاستذكار والتمهيد، قال هذا شذوذ وخطأ، يعني حكم بالشذوذ على هذا القول. إذن تكبيرة الإحرام يتعلق بها فرضان، قولها والقيام لها. وقد ذكرناه المرة اللي فات. من بعد نهضر فين يعني سمع الله لمن حمده. قلنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، تجي يقولها الفذ، واحد كيصلي وحده يقولهما معا، يقول ما يصلي وحدس ميد يوضر سمع الله يركع، وبعدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نغديني
ربنا لك الحمد، نغديني اللهم ربنا لك الحمد. في كذاكي كلها صيغ مشروعة صحيحة. يا إما دين ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده كيف لا، وزما دين سمع الله لمن شكره، نغادي سمع الله لمن أثنى عليه. لا يصح الاجتهاد. يقول لك الاجتهاد في مورد النص. ذي ثقة ذا جوز ما تجتهد أسكسضا ولا درضوايض. الأصل في العبادة الاتباع، الأصل في العبادة الاتباع، لأن والأصل في العبادة الحظر إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. يعني قاعدة عكسية. الأصل ذي العبادة الحظر، معنى المنع، لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع. ونزميرارا أنا عبد ربي سوى سوين يغدينا الشرع، ورزماي دي سنلفو العبادة تجديد خاطئ. ولكن ذي المعاملات الأصل فيها الإباحة، خذ ما كنت تبغيض سوى ما تفرض النص كيني ممنوع. الأصل في العبادة الحظر أي المنع إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. لذلك لابد من الاتباع لا الابتداع في العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ أدين سمع الله لمن حمده أكار دين. أم بعد ذي العودة عند الرفع من الركوع الزمرة دين ربنا ولك الحمد، ثلاث الواو ربنا ولك الحمد. نغادي ربنا لك الحمد، نغادي اللهم ربنا لك الحمد. هذه صيغ مشروعة صحيحة. أي غير دابا كيف مثلا ياكل المسائل الفقهية الخلافية وكذا ما إلا لا أنت ولا من ولا يفعل خلاف ما نعلم ما نعرف لا نستنكر عليه. كما مثلا الآن في الركوع والسجود وكذا توالي بعض المصلين يدير تكبيرة الإحرام ما لا يفذو، أم بعد حينما يرفع يديه يا أخي ما يركع في فسنيس، وبعدين ما يرفع من الركوع يدير في فسنيس، ذي السجدتين عند الرفع ما يلي يرفع في فسنيس. وين راه وانا كاسين شو تواقي ذا جديد ما مثلا هذه الامور مشروعه. ما دام الامور مشروعه الحمد لله. ذا شو دائما يكون قرايه مثلا نسوسع كان بالنا يكون اذا مثلا دين سلمان والسلام عليكم وعليكم السلام. انا ولو كاين غير قرفن نخدم اين يظن الحمله ديالنا نخدم ما الا يوني بود حاجه تجديد ولا شي تياكل لم ترد أذنا نستنكر. سي نورمال في الدين والنصيحة. سنأتي إلى هذا الأمر بعد حين. لذلك تعدد هذه الصيغ ذكرتها قصدا باش الإنسان لا يستنكر، فلا إنكار في مسائل الخلاف. وهذه مسائل سبحان الله حكمة الله اقتضت ذلك. ولكن هذا بالنسبة للفذ. ولكن المقتدي المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يعني كيصلينا وراء الإمام المغرب هو اللي يقول سمع الله لمن حمده، حنا نقولوا ربنا لك الحمد ولك الحمد، ما نعودوش سمع الله لمن حمده ونساوى ذانا يناسد الإمام بركة نكوني أدنفكن الجواب أذنني ربنا ولك الحمد مسفهم. وذا الإمام الديني كان سمع الله لمن حمده ودي قرار ربنا لك الحمد ولما ينسد لا حرج، يعني مسألة أيضا خلافية. والند بلي سمع ما معنى سمع هذا كيفاش المقصود ماشي سلاد لا يقبل أولا سمع الله لمن حمده معناتها يقبل ربي يقبل معنى استجاب أجاب. وقيل المقصود سمع لأن الله عز وجل يسمع للطائع والعاصي ويسمع للحامد والجاحد يسناك وين في حمد يزرع ولوث نحمد لا يزرع. ولكن مدين سمع لذلك غنيهم الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من 4
يتعوذ من، وهذه سمكتين عشان تربعني من، خلنا ضربها. كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة ومن دعاء لا يسمع. ديجا ذاك كان هذا إلا وند يسمع من دعاء لا يسمع، نغم من دعوة لا تسمع. يتعوذ من 4 أمور: من عين لا تدمع، خاطر بكاء العين ذين الهاني مطاون الهان السيريذان إلى آخره. قارن استقبالي ثم مصرع ذا تسوث، مصرع أتسوث، مصرع ثكناوث أتسوث الهواء، مصرع ثسة أدفكي مطاون سيدي مسلاينة مصرع أتسوث. واستقبالي تهدرون المعنى مصرع ذا تسوث. تبغى تقصد ذي جنوان ثكناوث مصرع ذا تسوث أدفكي الهواء، نغثسة نفنادم مصرعد أتسوث، يعني دفكي مطاون ماشي ذا الهواء دفكي مطاون أكا. لذلك يستدقم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأمر في رمضان ولكن الحديث بالحديث يذكر. النبي عليه الصلاة والسلام: إنك من فطر صائما من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصفحه جبريل ليلة القدر، ومن صفحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. يهضر في مطاون إنك وين رايش شنيون ذي رمضان من كسب حلال، يعني سي الحلال إنك صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها. معنى ربي يسخر الملائكة في دعوة الخير، خاطر صلاة الملائكة على الناس معنى الدعاء. ربنا تدي يسخر الملائكة أخذعون الملائكة قول رمضان كامل. وزيد وصافحه جبريل ليلة القدر، ربي يسخر جبريل عليه السلام باش يصافحك ليلة القدر التي لا نعرفها. ليلة القدر نظران المثل، النبي عليه الصلاة والسلام تحروها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية في الوتر من رمضان لا ندري. لذلك يسخر الله عز وجل ليصافحك. من بعد الخاتمينات: ومن صافحه جبريل يرق قلبه أذيرق قوليس وتكثر دموعه، يعني أكثر إمطونيس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع وسارة ثوانت، ومن قلب لا يخشع ولو نخشع، ومن دعاء من دعوة لا تسمع من دعاء لا يسمع. لذلك الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم المقتدي يجيب إما بالصيغ الآتية للمشروع الصحيحة: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وذكرنا كذلك أمرا آخر، قلنا رفع الأيدي ذكرنا هذا، لذلك نروح مباشرة إلى الحديث رقم 162 مع الدرس رقم 40. طيب سيدي، درس الحديث رقم 162 عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. قلت لكم سادتي أن رفع الأيدي أو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حكمه الجواز، حكمه المشروعية عند جماهير العلماء. نمسفهم؟ والمشهور عند المالكية ترفع اليدان عند تكبيرة الإحرام فقط. ذا شو المعنى؟ المشهور هي المذهب المالكي، وهذا مشهور في الجزائر. أتصفتوا غور نغل أكثرية الناس رفذني فاسن السني وثنتيكلت ميكش من ديال الظليث ذايا. أم بعد ومقارن تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن ما يرفعوش الأيدي. ذواقي قلان أو ماشي ذواقي قلان يخذوا قلان، ولا هذا هو المشروع في المالكية. ولكن الإمام مالك من باب كما يقولوا خدمة السنة، خدمة ميراث النبوة، يأكل الأحاديث التي بلغته
كتبها في الموطأ بعد التنقيح. يبث انت ديال الموطأ الإمام مالك، الموطأ ينس وطأه توطئة فهو موطأ ميسر. سمحوا لي سادتي، قلنا المشهور في المالكية ارفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام، ما كاينش تكبيرة الانتقال. ولكن الساقي سنذكر أحاديث في الموطأ عند الإمام مالك يروي هذه الأحاديث من باب الموضوعية. قلت لكم سادتي فيما سبق مدن الإمام مالك إمام دار الهجرة، اسمي خدم الموطأ ينس كتاب ثقيل الموطأ. الخليفة ذي الوقت ني إن ياس كتاب ثقينك ذنت ثرى الرغ أدفشغ الأمر باش تطبقاك في نسل من مرة أدي سوف نسخ لي زيكزومبلير تاقيت طبقا اون ريفيرونس يوث شغل ما كان اون لوا يوث الكتاب فقط أتطبق يكون في نسل من مرة أندلان. ولكن الإمام مالك إناس الخليفة خاطئ، إناس إن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار. إناس الصحابة يقعشنا كذن في صلى الله عليه وسلم كل يوم دا يروح، كل يوم دا يروح، والصحابة كل يوم شو يحفظ في النبي عليه الصلاة والسلام، شو ذا شو يلقض ذا شو يرفض. إناس كيني ورزمير غير خاطر ودقر غير غاكوين دينا فيني خثيد صلى الله عليه وسلم خاطي انت انبث الصوت الجهديس صافي يفكى القدر الصحابه وياض يفكى القدر العلماء وياض كل يوم ذا شو دي يجمع ذي السنه نغذي تريكان في صلى الله عليه وسلم في السناث باش ديني وصديق غير وسعن والصديق غارة أين وسعن أين وسعن ذي قيم ذي لي ساع والصديق غارة. في ثلاثة التيسير في الأمة والتيسير ورفع الحرج وقي مبدأ برنسيب مبدأ من مبادئ الدين. ذيون المبدأ مقران مبدأ ماشي يعني أثنخدم شغل ذي الكماليات، لا هو من المبادئ الأساسية في الشريعة مبدأ التيسير ورفع الحرج. لذلك حتى إذا اختلفت بعض الهيئات بعض الأمور التعبدية مادام الشريعة نصت عليها لا بد أن نتقبلها وتتسع لها صدورنا. لذلك الإمام مالك رغم أن المشهور هو عدم رفع الأيدي في تكبيرات الانتقال ولكن جاء بأحاديث تترى تؤكد على ذلك وإن كان المشهور خلاف ذلك. إند الحديث رقم 162 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. إذن الحديث يقصد به يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع ميديو ولكن سير الركوع دين يا رب سمع الله الحمد ربنا لك الحمد ذا غدينا ذا فوسيس. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا جماعة الخير يزمت وديني ون آمي هذا كوني المسائل كي ولا انت الصحابة ولا انت مادام ولا انت خدمنت مادام خدمنت وقد يسن يذسن خدمنت تيمي ولا الصحابة خدمنت ويتوالي والمدن بور زمان كنا نكوني 1439 ذاين يمكن غا شحال فردان مثلا السدر والقبض نراوند الجزائر كلها اتظلن بالسدل. السدل يعني اكا ماشي اكا كي تظل الجزائريين كوك سونز اكسبسيون بلا استثناء 48 ولايه ماشي كندير الجزائر هو عند النظام البلدان النظام. ولكن إما زولنا كالغاشي يجوز فهمضي إذا جماعة الخير أتوارض الغاشي زالنا الله يبارك هذا يجوز وهذا يجوز. اسمه ديني وناوان كيني زال غرب ست صلارة لا تنكر على غيرك. لذلك القاعدة كي الشفوث مليح لا إنكار في مسائل الخلاف.
بمعنى المسائل الخلافية لا تكون موضعا للخلاف. مسائل الخلاف اسم مسألة خلافية، لذلك إلا ذي الفقه الإسلامي وبالذات من أصول المالكية مراعاة الخلاف، وجي أصل من أصول المالكية مراعاة الخلاف. الظلمك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة عندنا في المالكية ولاش سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ولاش صلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، ولكن مراعاة للخلاف الثابت أنه نخدم الشياقي. التكبيرة الأولى نلقى سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية صلاة الجنازة نلقى صلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة والرابعة نفك الدعاء الميت، هكذا. إذن لماذا هذا مشروع وجائز؟ مراعاة للخلاف. لذلك أتينا بهذا الحديث، حديث رقم 162. الحديث رقم 163 عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم. طبعا أبو هريرة وأكثر الصحابة رواية الحديث كما تعلمون. كان يصلي لهم إذ زلكزت الصحابة فيكبر كلما خفض ورفع. هذا ذاكي يكبر كلما خفض ورفع. أبو هريرة وهو من الصحابة المقربين النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أكثر الصحابة رواية للحديث، فيكبر كلما خفض ورفع، يعني تكبيرات الانتقال يخدم ذيك صرف على الأيدي. فإذا انصرف قال بعد شو سنينا: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المسألة شوف الدقة، ماشي يعني في كل شيء، لا، في مسألة التكبيرات، يعني لإني أشبهكم صلاة، يعني وطبعا كلمة محذوفة لأنها معلومة، خطر ذي التشبيه. ما بدي نظل أشبهكم، معليش نفتح قوس لغوي إلهم يقارن التشبيه هاكي ذي البلاغة إلا، والبلاغة الساعة 3 العلوم، إلهم يقارن علم البيان، إلهم يقارن علم البديع، إلهم يقارن علم المعاني. 3 ياكي: علم البيان، علم البديع، علم المعاني. وفي كذي العلوم اللغة العربية، السجسن يعني إلى الطباق، إلى الجنس، إلى التورية، إلى الكناية، إلى كذا كذا، لهم يقارن تشبيه. والتشبيه هاكي صار 4 الأركان: إلى المشبه به، هذا التشبيه وجه الشبه 4 قلانديس. ما دير مثلا عمر أميزم كالأسد في الشجاعة، هذا 4 لان. عمر وجه مشبه، الكاف أداة التشبيه، الأسد مشبه به، في الشجاعة تجي وجه الشبه وجي قانص التشبيه. إلى قيس 4 إيميل لا أدينيض محمد كالأسد، معنى ذي كل شيء 3 أداة التشبيه. إما غدا تخدمض أرقى أنواع التشبيه ومقارن التشبيه البليغ. أدينيض محمد أسد، يعني بحذف أداة التشبيه ووجه الشبه. أدينيض عمر ذيزم تكور، ذيزم معنى ذي كل شيء. ذاكي أبو هريرة يس: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك كلمة محذوفة، وهي كلمة الصلاة. المفروض يعني والله إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذفت كلمة الصلاة للعلم، ولكن المقصود معنى في تكبيرات الانتقال. هكذا قال شراح الحديث، مع ليس في كل شيء، خاطر باش واحد يدعي بلي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم 100%، ليس بالأمر الهين في ركوعه وفي سجوده وفي خشوعه وفي كل شيء. وقي الحديث رقم 162 ما زال إلى الحديث. وقي الحديث رقم 163. الحديث 164: وحدثني عن مالك
علي بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. ذاكي أغدي سمسلاي فعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر مثل عمر بن الخطاب كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وابن عمر عبد الله من أكثر الصحابة يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقال عنه أنه إذا مشى في الطريق التي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد شجرة في الطريق يقول من أين مر الرسول صلى الله عليه وسلم، من هنا أو من هنا، من اليمين أو من اليسار. يعني تولي يعني كثرة الاقتداء ما يلحو قفريد عند يفاد ثزمورث أسيني وين ويقوالا النبي عليه الصلاة والسلام نسي قاعدة في يفوسنا في ظلمات كان يقتدي. إذن فقد رآه، والذين لم يقولوا بذلك لم يروه ولا نرى صافي. إذن النغ ولنت أحيانا يرفع وأحيانا لا يرفع، هذه كلها معاني محتملة. إذن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. الحديث رقم 165. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. إذا افتتح الصلاة معناه كبرت كبيرة الإحرام، وقيل المقصود أذير في فاسنيس حذو منكبيه. وإذا رفع رأسه من الركوع ذاغ مرد يرفع الرؤوس من الركوع رفعهما دون ذلك، يعني أقل من ذلك، دون ذلك. يعني تسولي بعض الإخوة يخم كان كمثل عادي صحيح كتكبير الإحرام يرفعهما المنكبين، ولكن ذي تكبيرات الانتقال اللي يخدم كنكا، وهذا أمر يجزي. هذا هو المقصود، رفعهما دون ذلك، أقل من ذلك. وما ردين دون ذلك اسمحتي فالأمر يعني واسع، ولا قبل ما ذي قصو سنتي من هكذا أكين يسيد مرنيس هكذا وممكن يخم كان كي، هذا أمر يجزي. هاي كي يدير هكذا فهو دون ذلك، لأن الكلمة أو الجملة تستوعب ذلك. الحديث رقم 166. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة. قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. والله شحال الحديث يديبي، رغم أن المشهور عند المالكية رفع الأيدي فقط، يعني عند تكبيرة الإحرام فقط، ما عدا ذلك فلا. ولكن باش ديني بمشروعية رفع الأيدي عند تكبيرات الانتقال، وهذا الأمر من الموضوعية بمكان. معناه ينادشو السلا ينادشو ذي بظن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم 167. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة، يعني قد يهدر الإنسان ما دياس في صلاة الجماعة مرديني إذا أدرك الرجل الركعة، المراد بذلك أنه أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوعه لتعد له ركعة. معنى ميسد يون يفاد صلاة الجماعة ما إلا يلحقد الإمام في الركوع، غاسيك شمدي ثبورث الإمام ينادي الله أكبر ركع وراه يقول سبحان الله وبحمده إلى آخره، وشيني تلحق ضد قبل دير في الإيمانيس، يعني الإمام سي الركوع قبل أن يرفع من الركوع فقد أدركت الركعة. أصفض ركعاني أدركت الركوع بالسجدتين فتعد لك ركعة، رغم أنك لم تسمع لا للفاتحة ولا لقراءة القرآن. غسو لمد الحقدار سورة الفاتحة كذ الإمام ود الحقدار القرآن دي غرا، المهم
تقضعت نطلحقت نتسامى زالث ذي الركوع. هذا هو المقصود، أنه طبعا ما تلحقت ذي الوقت الني أتحسب ركعة كاملة. مثلا توذي المغرب تلحق ضد سناث ركعات، يعني ذا ركعات في السناث تلحق مباشرة ديال الركوع، أركع كذا الإمام من بعد كملي إذا استصليت ثرنيض في الثلاثة يذس ميث فكض ميفك الإمام يسلم شيني أتكرض ذي الحلاقي بلا تكبير كما شرحنا فيما سبق بخصوص ترقيع الصلاة، خاطر يترك عايش روحا أتكرض بلا ما ثند الله أكبر، بلا ما ثند الله أكبر، وتغرض الركعاني إكيفوثن وتغرض التحيات صلاة الإبراهيمية وتسلم. أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة، يعني تلحق الركوع تخضمض يوثن تكبيرة أجزأت عنه تلك التكبيرة. صافي مثل حق ضد الإمام ذي الركوع ثنيض كان الله أكبر يوث ذاقينك أجزأت عنك تلك التكبيرة، أجزأت. ولكن نرجو قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. إلاق أذي أتسنوض تكبيرة الإحرام ما ثنويض تكبيرة الركوع، لا، إلا قد سيدة ثنويض تكبيرة الإحرام. ثورة كنا دياسيونا ديال في الإمام ديال الركوع المفروض هذا يكبر مرتين أدين الله أكبر، يعني باش هذيك الشم ديال الظاليث ودين الله أكبر والسين باش هذه يركع. صافي تكبيرتان ونغاوند يحفظوها. تكبيرة الإحرام يتعلق بها فرضان قولها والقيام لها. باش نحفظ تكبيرة الإحرام يتعلق بها فرضان قولها والقيام لها. أسيدي وأنت قائم ماشي وأنت راكع، أسيدي أنت قائم ماشي وأنت ساجد. ولكن الرخصة أنه ميلا بالك تقاضض مثلا مرتين تكبيرة الله أكبر الله أكبر أديال الإمام سامبليفي روح الراكورسي خذم كان النية تكبيرة الإحرام أكا راكورسي مباشرة إند وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. الإمام مالك رضي الله عنه يبغى غيكس وثاقي سبحان الله من باب التيسير تكشم من باب التيسير تكشم ذي باب التيسير. ولكن إلى من ضرب لتكبيرة الإحرام إلى القيام لها سوف نخدم كالنية ونغم فيك عندنا النية من مقاصدها الجزم الحسم ومن مقاصدها التمييز بين العبادات والتمييز بين التكبيرات. ثلاث تكبيرة الإحرام بها ندخل الصلاة وثلاث تكبيرة الركوع ونغل هيئة النظام في قال اسم تكبيرة الانتقال. صافي أكيد يعني الإمام مالك يندوى ذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح. تلقى الإمام مالك استقسانت ناس يخشم ينكذ الإمام يتسو تكبيرة الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام ويتسو تكبيرة الركوع. هذا أمر نادر الوقوع يونبي يتسو يسناف يعني ومشي تفهم يعني يكشم كان يمشي صافوري الشمال واقي خاطر ما إلا ودينا راك الله أكبر صافوري الشمال أصلا ديال الظليث. ولكن يسأل السؤال وأحيانا السؤال يكون من النوادر. مادام سئل الإمام مالك إذا نشرح جواب الإمام مالك. فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة الميزو ركعة كاملة كذا الإمام ثم ذكر امشتاد
أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع يتسوث نتا كيسناث، وكبر في الركعة الثانية، يعني الركعة في السناث ذنين الله أكبر. ذا شو يسديف الجواب الإمام مالك إناس يبتدئ صلاته أحب إلي، مع انتهى أشو يسين يبتدئ معناه أذي يفذو ثازر تجديد، معناه السينارة تفذو ست كبارنية تفذو وريح تسفارة فينا عدنا كني. وطبعا ذا مراعاة للخلاف. نعود مرة أخرى لنذكر بأصل من أصول المالكي وهو مراعاة الخلاف. ولو ساهم مع الإمام إما إلى ستثقت مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه، يعني يكشمك ذا الإمام يتسو تكبيرة الإحرام، ولكن يمقارك على الإمام يناسيد إناياك الإمام الكاث يجاوب إناياس رأيت ذلك مجزيا عنه، يعني هذا يجزئ ولا يجوز، يعني ليس شرطا أن يعيد، ولكن بشرط إذا نوى بها تكبيرة الإحرام تأكيدا لما ذكره آنفا، بمعنى ما يخدم النية يتسو تكبيرة الإحرام ولكن مقارك على الإمام إذا كان الله أكبر نوى بها ينواث تكبيرة الإحرام. باش ديو كذا شو دينا في بداية الحديث تماما. قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. شو المقصود داكي؟ ما إلا يوني تزال وحدث يتسو يوك تكبيرة الإحرام يكشم يخدم تكبيرة الانتقال نرسمك ذا شو الحكم ينس إنه يستأنف صلاته. يستأنف ذاكي ماشي المراد به معنى ذي كمل، لا معناه ينشئ صلاته من جديد لأنه لم يدخل في الصلاة. وريك شي مريض ظليث ما دام وريك شيء دينار تكبيرة الإحرام، وقيل المقصود يستأنف صلاته. وليت يا جماعة الخير فائدة الشرح يون موريس لارا المعنى ياكي أذي يفهم باللي هذه كمل نسى خاطئ خاطر وريك شي مرة أصلا وريك شي لو دخل في الصلاة بوجه مشروع لقلنا أنه لا يعيدها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم كما في سورة محمد الآية رقم 33. ولكن ذاكي أصلا لم يدخل في الصلاة، والمراد إذن إنه يستأنف صلاته أي ينشئها من جديد ينشئها أصلا. وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح. ذاكي الإمام مالك يذكر سيدي بروبابيليتي الاحتمالات خاطر فيك ممكن ترد وعلى بالكم الفقه الافتراضي من فوائده سواء تعلق الأمر بالعبادات أو بالمعاملات. إذا تعلق الأمر بالعبادات باش يكون أون كاتوساتيد الحالة مثاقي هذه ليس على الجواب. أما كنا هضرتي قلتني عندنا مثلا شحال هاكي في الوضوء لازم يغض الوضوء الميدي بواردي مشتد بلا قرويس في وضع أمشي يخدم ما فيوغال ديال الوضوء جديد إما تشوط ما يخدم كذا هذا ما كان ذاك تفهم ذاك الجماعة هذه تشوط ما يخدم كان كي قرويس ذاك يمسح راسه سافيك تسو ما تشال ما يغادر ذهين زرتاكي سي فافور استخدميت ما ثوالظ ثوق هذاك تفضليت نغاتي داك في الجمعة باش تفضل تجيني بالك تفضليت خلاص يعمل بهذه وهي مشروعات. الاختلافات الفقهية أطاس على بالكم الشرع يبغانا هكا خاطر عند الشرع يلزم صلاة العشاء شحال نزل 4 ركعات ذاكي في زوزون هذه المكان هذه المدينة يكفي بقاع الأرض مسألة محسومة ولاش ذيك سوال. الزكاة شحال تزكين مدن ما ذي مش شحال تزكين 2.5
يسميس ربع العشر. زكاة الركاز شحال؟ زكاة الركاز هضرت كان في الذهب في الفضة وجا كنا هضرت فلوسنا وكيثري مان زكاة الركاز 20%. 20%. ركاز. نعم. معادن ثمثال تاقي 20%. خاطر ما نعمموش الحكم يعني 2.5% دي كلش. ذي الذهب ذي الفضة وكذا 2.5% ربع العشر. ولكن الناس بعد المال مخلف ما ذي زقرنا شحال الى 30 ما الى كذا ذي المال ما تفاصيل لماذا ذي سمزين ذي الزيت كذا الى اخره. في كذا معناتها مسائل محسوم فيها سوي زمنت لانت مسائل خلافيه وثقي من رحمه الدين الاسلامي. لذلك الامام الكشو ديالنا في الاحتمال اسميس الناس في سئل في امام ينسى تكبيره الافتتاح. الامام نفسه وين ظل يسناد الشيخ إنك نتسايد تسو تكبيرة الافتتاح يتسو تكبيرة الإحرام حتى يفرغ من صلاته. قال أشو سين الإمام مالك إنس أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة. نتسا أذي عيوذ نكون نعيوذ يدس ولو أتينا بتكبيرة الإحرام. نعم. ممكن نسيت سوت اي دينيس فنديروا افتراض انه ممكن مجموعه نظن يستندروا طار تكبروا وفانا غد كنفدد وممكن الامام يفد من بعد اسم يركع ركع نيدس. ممكن اسين بالك الامام قالها سرا ودي الصوت الصوتيس يا اخي احيانا وين الامام يركع والناس مازال واقفين ولا ساجدين ولا سوتوين الجماعه مقر مثلا نغندا الى الحيض يراسن ثلاوين راه مش تكي شحال من مره والله منظر يروح الصوت روح تريسيتي الور انت سنت بالك ينادي الامام يكون سليا تريسيتي روحا في كل شاسونو الى وين داو شاسونو معناه سيدي بروبابيليتي احتمالات قد تكون نادرة الوقوع بين قوسين مدرسة أهل الرأي. ثقي مدرسة كي إن شاء الله يجي نهار نقراو بعض الكتب نتاعها في إطار إحياء العلوم يعني أتواليم الفقه الافتراضي يفترضوا واحد المسائل دقيقة وعميقة ونادرة الوقوع ممكن كل 5 القرون باش تظهر يوث ولكن أتيد في ذلك واسدفن الحل. الإمام مالك ماذا قال؟ قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا. هذا زاد ذكرها بوضوح. وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. نعم. لابد أن يعلن. بارك الله فيك. أكا جماعة الخير. والحديث المعروف إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأمون ولكن هناك حالة استثنائية أشرنا إلى بعضها فيما سبق. إلى هنا ننتهي من جميع الأحاديث المتعلقة بتكبيرة الإحرام والمسائل المختلفة المتعلقة بها. أنفذ بعد إن شاء الله تعالى باب القراءة في المغرب والعشاء. والسلام عليكم ورحمة الله.